دلوقتي انت في مباراة نهائية والنتيجة كلها متعلقة برمية ظهر واحدة بس. هل الحظ هو اللي بيقرر ولا في علم في الخلفية بيحسب كل خطوة قبل ما تتحرك؟ علم الاحتمالات مش بس معادلات بتتحل على ورق، ده موجود في كل لعبة وفي كل ماتش وفي كل رمية ظهر. في الكورة المدربين الكبار ما بيعتمدوش على الحظ، بيستخدموا حاجة اسمها التوزيع. بيتوقعوا عدد الأهداف في كل ماتش، بيعتمدوا على أداء الفرق في آخر الماتش. يعني مثلا لو فريق بيسجل هدفين في الماتش والمدافع التاني ضعيف، فأنت ممكن تتوقع هدفين أو 3 بدقة مخيفة. في الدوري الإنجليزي بيستخدموا أنظمة تحليل وبيانات عشان يعرفوا كل تفصيلة: زاوية التمرير، سرعة الجري، دقة التسديد. المدرب مش بس بيصرخ في الملعب، ده قاعد مع إحصائيات بتقول له إن اللعيب عنده احتمال 73% يضيع لو لعبها يمين. يعني في كل ماتش وكل حركة وكل لعبة في احتمال شغال ورا الكواليس. المرة الجاية اللي تكسب فيها أو تخسر، اسأل نفسك: هل كان الحظ في صفك ولا الاحتمالات كانت ضدك من الأول؟